كان في سؤال حول الأيام التشاورية اللي يقوم بها القطاع على النقل، أو الأيام التشاورية اللي يعود فيها فاعلين كاملين بهذا الدومين اللي هو النقل، من سلطة تنظيم النقل للفيدراسيون وللسينديكا والفاعلين كاملين بصفة خاصة، واللي يعودوا فيهم اللي دي اكسبير جيريديك ودي اكسبير مهندسين، إياك أنهم يعاونوا في الصيغة النهائية لهذا حوصلت هذه الأيام التشاورية. دونك هذه الأيام التشاورية اللي يعود فيها مجمل فيها الفاعلين كاملين، واللي هي اللي ينقضوا منها اللي يخرصوا فيها المشاكل كاملين اللي في متعلقين بالنقل البري، كيف الوزن طارح مشكلة كبيرة، لأنه اللي في القانون ما هو المطبق، تطبيقه لا يعود صعيب على الناقلين. أنا لا بد يجبر حل توافقي بين السلطة والقوانين والإصلاح اللي هامنا اللي يعدل على طرق إياك أن نتكيفوا اللي مع الدول الجوار. دونك هذه الأيام التشاورية احنا مأملين فيهم أنهم يعدلوا ياسر من الإصلاح في الزمن اللي قالوا النقل البري. كان في سؤال والله أسئلة حول رينوفيلمان دو بارك، كيشي ما هو مفهوم حتى، واللي دارك هو قد خلقت مناقصة لتجديد سيارات التاكسي، مجملهم كان 7000 في سنة 2021 والله 22 بتمويل من الدولة، وعقب التقاط المناقصة هذه المرة هذا الرينوفيلمان دو بارك يعني لازم السيارات اللي متهالكة اللي مانعين النقل عن يعود عنده صورة حسينة ويعود يرسبكتي مولي لي نورم دي سيكوريتي وديزاج ودي كونفور، أو السيارات اللي تعرفوا اللي يعدلوا الترانسبور في الأحياء من نقطة إلى نقطة، قالوا تدروا اللي ما عندهم ياسر فيهم، ما عندهم دفار، ما عندهم شيء، والناس اللي مستعملتهم الناس هشة ولا يقدموا اللي يوقفوا لأنهم هم العايشين منهم. هذا هم اللي السبلي ضارك بهذه الأمازير أنهم يبدلوا لهم سياراتهم بسيارات ثانيين ويعودوا يخلصوهم على أقساط. هذه هي المقاربة اللي راجينها أنها تنجح بتمويل، يعود تمويل من شركاء خاصين. لي غارانتي اللي تعود الدولة تشوف طريقة تغارانتيسي بها. هذا هم بليزيور شيما متباركين ندرسوا اشبههم، ياك انه يعود براتيك تقريبا كيف اللوجمان سوسيال وكيف واسمه هو لا بيع على اقساط، ودور يحسن مردودية رواتب للناس، دور تعود عندها رواتب احسن والله مداخل احسن، ولا يحسنوا مولي مظهر والترانسبور دو تاكسي. الترانسبور الثاني يدور مولي بها شناس هذا البيسات يدوروا لا يحسنوا فيه ويطوروا ان شاء الله. طرحت من الاخوه سؤال والله اثنين قاع على اخبار موريتانيا النقل في موريتانيا. هو النقل كيف جميع لي ميتي في موريتانيا عنده مشكلة انه ما هو جابر اليد العاملة الكافية، وهذا شفناه قاع في ابسط حوايج، ان مشاو لجانب بريك طلع سعره لان ما هم رقاش قابل يعدل بريك. نفس الشيء شوفيرات خاصين وشوفيرات تاكسيات خاصين موريتانيا. دونك هو الطلب هو اللي يفرض على الناس تقبل حلول ثانيه بتعود ما هي قانونيه. والعمل الموريتاني عنده تراخيص اجنبي اللي يشتغل موريتاني عليه يعود مرخص له في هذا، يقارب على المشكله كامله. راجع على الموريتانيين ياسر من المهن ما تلاو متبنين، معناه نحد لي مد لي تفرض
أن النقل لابد تتأكد أن العمال موجودين بسابق تفرض هذا، وإذا قطوا عدة مرات قاموا بحملات هون ووقفوا شوفيرات الأجانب السائقين كاملين، وحد ما عنده رخصة وعنده اوتوريزاسيون يوقف يقار طرحت مشكلة كبيرة. دونك هذا لابد ينقبضوا له وراجين نوم اللي لا يجبر له حلول. التشاور اللي يعدل مع لي فيدراسيون لي سنديكا، هذا مطلب لي سنديكا قديم. تكلم حد عن الانترتيان، صيانة الطرق في مدينة نواكشوط. هي صيانة موريتاني كاملة موكلة إلى شركة أتاء، وعندها عقد مع الدولة على صيانة المجال الحضري سنتين، وعنده ان بيدجي، وذا البيدجي معدل على ان بزوان معروف يقاري واجعة ينزاد ويعمل في حملات ثانيين، ويتم لا نقص، تم لا خالق فيه نقص. يغار بعد الشركة بعد ضرك حملة قبل الخريف إياك إنها لين يدبوا الكاملين، والتقعار اللي في طليان والوسخ إنها بعد ضرك حملة فيه إن شاء الله سابق الخريف إنها توفي جميع ذوك الأعمال سابق الخريف إياك الخريف معي الناس ما تتضرر. الخريف يدور يزيد هم منين يعودوا لين يدبوا الخالقين يكبروا حتى منين يعودوا ما عدلوا سابقوا. نظافة الشوارع ما شاء الله نواكشوط ينزاد الشبكة الحضارية تنزاد بصفة كبيرة. عام الأول معادلة 40 كيل، هذه ما كانت في الصيانة، ولا عدلها بيدجي سبلانتار ولا بيدجي لا نفس اللي بيدجي مليارين للسنة. هذا ما يعني صيانة الشبكة الطرقية الحضرية. إذا ذي الزيادة اللي هي تنصحب مع اوتوماتيزو هذا الانترتيان. فيه مشروع شراء معدات على من مشاريع الطرق، معدات لتنظيف الشوارع، راكم قاعد تشوفوهم يقار ما تلاقوا كافي، هامنا نزيدوهم ان شاء الله على تمويلات خارجيه داخلين فيها صيانه الطرق، معدات صيانه الطرق، ياك انهم يقدروا يعتنوا على الشبكه الطرقيه. احنا بيان سيرنا عندنا مشاكل من ناحيه الكليما، هذه الايام اللي فيهم القبره يتضاعف لو ساق التربه على الطرق، يقار فيهم اللي جانب لا بد من الناس كامله والله بعد بلديات يحافظوا على هذا. احنا جهد هذه الاتربه كامله جايه من الورشات اللي على الطرق، وقائمين بتحسيس للعمد والولاة والحكام نكتبوا لهم انهم يحافظوا على الطريق، ان الطريق ما يبل مكب المواد البناء، ونحد نعطات له رخصه بناء عليه عاقب البناء الى ان اعطات له رخصه عليه ينظف الطريق، ولا يخلي عليه تراب وتعود تجي عليه تراب ثانيه وتعود تزير. هذا هو اللي خالق ذلك بجميع مقاطعات نواكشوط. قال حد مقاطعات ترحيل وذنهم ما احنا يومي اسبوعيا بعد عندنا حملات على الطرقوات اللي شورى هذا، لانه حقيقه فيهم ياس من الرمال، هذه المقاطعات اللي النائيه فيهم تراب ياسر على الطرقوات وفرص على اثار تم تشيل. ومن الساعه اللي خلقت مولعين عاد كله ما شاء الله ما في نهار ما هم معلمين بوحدات وينقلعوا نفس النهار ان شاء الله. تكلم حد عن لبون دو مدريد انت اللي ودشن لبون اللي جسر مدريد ولا جسر الصداقه، هذا انتهوا فيه الاعمال
والجهة المخولة أن تسلم اللي هي لاجانس دو كوبيراسيون شينواز قالت أنه عاد قابل للاستلام من يوم 12، وعلموا به السلطات العليا، وليتم برمجة 12 ماي وليتم برمجته الأسبوع اللي بعده إن شاء الله، اللي هو تدشين جسر الصداقة ولا جسر معروف بون دو مدريد. قال والله واحدين سولوا عن طريق عين غربة طويل، العميد قاع عالي قالنا تعودين طريق الرئيس صاحب الفخامة عدله 1000 كيل، قد نعطوه في طريق ثانية ما عدله 1000 كيل من باب المأموريتين بين إعادة تأهيل وإنشاء جديد، معناه أنه طرق خالقين. وهي بعد طريق عين ضربة دراستها وافية وتمويلها عطى عليه لو فادس عطى قبول وحاصروا لا يعدل هو ميسيون هون، وراجين انها تعدل في الايام القريبه. معناه انه هو هذا المشروع اللي هو عين ضربة طويل ان شاء الله دورته قبل نهايه السنه دورته تلانس لابيل دور المناقصه ان شاء الله. جوجة تطار قطعنا جوجة تطار طريقها عادت تعبانة، وبفضل هذا المشروع اللي يعدل على طريق الأمل 700 كيلو اللي إعادة تأهيلها كامل بقياس لو فون دانترتيان. والله هذه المخصصات اللي كانت للانترتيان روتي عاد اللي هي بنفيسيو من هذه الطرقوات الثانية اللي هي طريق نواكشوط أطار وطريق نواذيبو دي تابي دان روبي، معناها اللي يعدلوا لهم بريسك دي ريابيلتاسيون ان انتريتيان مهم، ودور يزيد من تحسين الطريق انها تعود يعدلوا عليها دي تابي دان روبي تصبح كي اللي مرمى ترميم جديد. اجبرنا تمويل من ممول الصندوق السعودي باقي عنده عن طريق النشاب، الطريق اللي رابط بين النشاب وطريق نواذيبو باقي منه تقريبا 4 مليارات لتخصص لإعادة ترميم هذه الطريق، ولتعهد لشركة صيانة الطرق إياك تزيد بها المخصصات اللي كانوا معهودين طريق جوجة تطار. معناه أنها اللي منها كامل تعبان يدور ندار عليها عن تابي ودور يعود عنده ذاك يحصل له تمويل ثاني دور يمشي بيه 3 سنوات ولا 4 سنوات إن شاء الله دور التحسين. هذا فات نعطى عليه اللاكور من الفرن السعودية، هذا اللي كاد فينانسمون، ودور إن شاء الله والدراسة قائمين بها ضرب، ودور إن شاء الله قبل نهاية السنة يقوموا يتم إنجازه إن شاء الله. والله بداية بإشغال إن شاء الله. قال حد تكلم حد عن طريق الصواطة باركيوي أو طرق فعلا هم انطلقوا، نعطات إشارة انطلاقتهم قبل سنة وشي يا غير كانوا كيف الاختلالات اللي كانوا يخلقوا المشاريع كاملين تخلق الانطلاقة يعود مكتب الإشراف ما هو خالق، معناه العمل ما يقد ينجز. واللي له ورك شهرين هو اللي اختير مكاتب الإشراف للمقاطع الاثنين وبدأوا العمل وفي تقدم في العمل. دور عود ما فيه مقطع ما فيها 10 كيلوات ولا 15 كيلو فاتوا عدل فيها لترسمه وبادين فيها اشقال لزهرات، لانه ما يقدر يحسب له من سون ديلي ديكزيكسيون يقدر يحسب لا من وجود مكتب الاشراف، لانه هو اللي
يقوم بتحضير دراسات الإنجاز وهو اسمه، لأنه ما قد كان يقوم يقام بأعمال سابق لمكتب الإشراف. والمسار عاد معروف، مسارات الاثنين، الطرق الاثنين مساراتهم معروفة. تكلم حد عن مسار طريق الالتفاف على نواكشوط، هذا اللي 50 كيلو. هذا طريق اللي الدراسة الأولية اللي كانت معدلة داخلة في عسر من الأحياء العشوائية اللي هون، وكان فيه تفكير ان نجوم وراء هذه الأحياء الشعبية، اللي هو الأحياء بعض العشوائية اللي دخلت في هذا المسار. وعقبنا بعد دراسة هو ليزيد المسار وليه يكبر تكثر القصرات عقبه هو وعقبة الوزارات المعنية بالإربانيزم اللي هي وزارة الإسكان ووزارة الدومين. طالبوا منا نرجعوا للمسار الأصلي، وأنهم هم اللي يوخوا المسار على 50 متر يدقدقوا اللي بوجهه كامل، ويعود الطريق تقبل مسارها اللي كان اسمه. وبدأوا فعلا بذو الأعمال. وإحنا والإشغال فات بدأت من عند لا سنترال إلكتريك من ناحية اكزوجت، ومن ناحية روسو أقل مشاكل، المسار ما عنده مشكلة، ما هو داخل الأحياء. تكلم حد عن الانترتيان وكان الصيانة ما يخالف. صيانة الطرق في موريتانيا كل كونترا بروغرام تعدل له ان كوميسيون ويمشي ويعدل مسح متطلبات صيانة الطرق الموريتانية كاملة. وتقريبا ياسر فيها لا يعود يتراوح بين 48 و50 مليار من الأوقية. وهو اللي يبرمج اللي قاد الميزانية ولا لا بتحسين بعد تقريبا 6 مليارات للسنة. هذا البرنامج التعاقد اللي يمكن نعدل 6 مليارات للسنة. معناها تشوفوا الفرق بين المتطلبات الصيانة اللي حد يخلع عدل اللي لا بده يعدل، وحد له يعدل الأولويات. غير هذه الصيانة هذه 6 مليارات تعدل. السنة الماضية ما لحقت 100% وعدت لها 80%. راجينها هذه السنة تعود أكثر إن شاء الله، تعدل كاملة، لأن شركة صيانة الطرق عادوا عندها معدات وعاد تملي مكث. هاي 6 مليارات تقريبا في 4 مليارات لبيتيماج ديروت، معناها تحسين فريما الطرق اللي باقي ما جبر الترميم ولا شيء. وذاك ان شاء الله يدور يعطي نتائج جيدة بالنسبة للي كان يعدل سابقا. تكلم حد عن لي فري de carte grise. هذا لي فري عندنا مريجي par la loi finance ويقدوا هشا ولا في la loi finance. الطلب معقول، لأنه في حالة أنها إعادة ميتاسيون والله كارت غريز كانت من الأول وعاتليتو ديجاتاليزي، معقول أنها يعود ما هي نفس الرسوم اللي على كارت غريز جديدة. وهذا طرحناه على وزير المالية وقال إن شاء الله لا لوا فينانس يدور الله يشوف إن شاء الله.
قال حد تكلم حد عن شارع الديك، وقال انه كل عام يبرمج ويعقب ينقلع، برمجوا الحاكم ما يبرمج الطريق ولا ايش، ولا هي اللي المقاربه اللي كانت خالقه تعدل الوزاره، كانت الوزاره هي اللي تبرمج الطرق الحضاريه والطرق الثانيه. طرات مقاربه ثانيه وعادوا فيها ليزيلي وفيها السلطات الاداريه، وهي اللي عدلت في هذا البرنامج للسنه، وعدلوا عليها اجتماعات وحدين مع السلطات ومع العمد ومع دبيتات، وهم اللي خرج عنهم هذا برنامج شبكة الطرقية اللي يعدل في أولويات نواكشوط. وشارع الديك بالأخص بقاو كيلين من بيدجت لبون دو مدريد، طاوهم الصين والشركة اللي تعدل هذا بقات عندهم الفضل اللي عدل كيلين وبرمج فيهم شارع الديك بدون أي واسطة، لأن من الشوارع اللي مهم أنها تخفف الضغط على طريق الأمل. سابق حد يدخل الكويت يعود يقد يوخر ويدخل المطار منه وبرمجناه ولا يوعد يبدو في الأعمال إن شاء الله هذا الشهر إن شاء الله. خالقين كيلين فيهم شارع اللي سابق البيت، شارع اللي سابق عند كارفور جوارة قايس شارع بوليس، وفيهم هو هذا، وفيهم واحد ثاني في ماشي موازي لطريق الأمل. هذو كيلين اللي يعدلوا تابعين للمشروع جسر مدريد، دونك مبرمجين من هون إلى نهاية جوان سابق قريب اللي يعودوا وافي إن شاء الله. تكلم حد عن مي حالتها الصحية. الوزارة راك عاكفة على تعدل معدلين الكوميسيون على النقل الجوي كامل، ياك تعدل فيه دير الفرع، ومنهم اللي مشاكل مي اللي مشاكل ما هي مشاكل ستركتيرال. الدول كاملة اللي عندها دي كومباني عندها نفس المشاكل متعلقة بلا مينتنانس، صعوبة إيجاد قطع الغيار للطيران. مي كان عندها 7 طيار فيهم ماركة لا واحدة هي الصالحة، ثاني لا خاسر كامل. دونك هذا بروبلم ستركتيرال ما هو عندها. السنغال ذكية ما تات عندها قاع خطوط، مالي ما عندها خطوط، معناها انه مشكلة ما هي خاصة لا موريتانيا. وهم بعد تفكير انه ينجبر له حلول، وهم كوميسيون عاكفة ضرك على تعدل دي بروبوزيون، ودور يقدم ان شاء الله دي بروبوزيون للسلطات العليا، هي انه اصلاح قاع المجال كامل، طار مجال النقل الجوي بصفة خاصة، اللي منه يعني لا ريغلمانتاسيون، اللي يعني منه الصم شركة المطارات اللي عندها زاد هي مشاكل مالية ولا بد ترستريكتير. هي حالتها اللي زادية المالية صعبة، عادة أسامبلي واللي تديكلارها ان فايت ويكريا نوتر اتابليسمون. هذا كامل ان شاء الله يدور عاكفين عليه، يدور ان شاء الله يقدم في الايام المقبله ان شاء الله. طريق تجيك جسيلي بابي، طريق تجيك جسيلي بابي هاي الطريقة فعلا انها اجالها الكونتراكتيل وفات في ابريل. هاي الطريقة جبرت ياسر من المشاكل، لانها الدراسات الاولية اللي عدت عليها المناقصة وغيرت في الوقت الاخير قبل المناقصة، وعادوا الدراسات التكميلية اللي يعدلوا الشرايك عطاوا ياسر من الوقت ما قدوا يعدلوا، والله قبلوا ياسر من الوقت باسكو وعدت الدراسة جديدة حتى من ناحية
لتراسي وغير لتراسي من ناحية لا ستركتير، وتقريبا جد تقدم المشاريع كاملين بين 20 إلى 22 25 هو أكثر شيء. هذا هو تقدم الأعمال في هذا، راجع لتأخر في دراسات الإنجاز اللي عدلوا الشراكة اللي ما كانت معدلة، عادوا فرصة عليهم يعدلوا دراسات جديدة. وإحنا ضرك بصدد نعدلوا ملحقات اللي هي قبل هذه الأعمال، في أعمال لاسينيسمان لي زوفراج دي دريناج وزيادات الكميات، ولا يعودوا فيه زيادات زيادات في الآجال بهم هاي زيادات الكميات اللي ولي شانجمان دو تراسي ولي زيتيت. أنا بصدد ذلك نعدلوا ملحقات ومتباركين معاهم يدور إن شاء الله يكتملوا في شهر ولا شهرين. وهذه الطريقة مبرمجة لها كاملة أنها توفى الشهر الرابع من السنة المقبلة. معناها هذه هم الزيادات اللي هي أكثر شيء اللي هي الحق شهر الرابع.